أستاذ محمد، نواصل الحديث. وقبل أن نواصل أرحب بالأستاذة ابتسام محمد الحمدي. مرحبا بك أستاذة ابتسام. وصلنا إلى حادثة الاغتيال، اغتيال الرئيس. كيف حدث الاغتيال بعد ما جاء الشخص وأخبره بأن هناك مؤامرة لتصفيته جسديا؟ أنا سبق أن قلت لكم أنه ما كانش يصدق، وأنه كان يعتقد أن هؤلاء يفسنوا بينه وبين خبرته أو أصحابه الذين هم يعني في حركة 13 كلهم بلا سماء، وقد صفى منهم من مجلس القيادة يعني الشخصيات اللي ما كانش مرغوبة فيها. صفاهم كيف حتى يفهم المشاهد؟ يعني أزاح من أماكنهم؟ هم كانوا بالمصطلح الآن تدوير وظيفي. يعني أيوة. مجلس القيادة كان مؤلف من 7 أشخاص تقريبا. أيوة. وبعدها يعني اتفكفكوا على واحد يعني. نعم. أنه اختلفوا بعدها في رؤية البلد. نعم. فهو الرؤية اللي كانت معه ينفذها هو. نعم. والثانيين كانت رؤيتهم أنهم يستغلوا، لأنهم كان أكثرهم مشايخ وضباط. نعم. يشتوا يقع لهم مصالح، يقع لهم كذا، مراكز قوى. منهم جادبوا شوارب، منهم بعد أذكرش يعني من نعم. الضباط منهم. نعم. فهذه موضوع الاغتيال اللي حصل هو يوم الثلاث. أنا كنت في التعاونيات، ما كانش معي وظيفة ولا معي عمل مع الحكومة ولا معي مرتب منها. للآن حتى ما يعني كان أخوك رئيس وأنت ليس لك أي راتب؟ ليس لي أي علاقة بالدولة ولا معي مرتب ولا شيء، وبنتطوع في التعاونيات زي ما تطوعوا كل أبناء اليمن في التعاونيات بدون مرتبات بدون ذا، مش سامحكم المجالس الشعبية. هل عرض عليكم توظيفكم؟ أبدا. أبدا. أنا رفضت وخرجت. أنا موظف. نعم. أنا موظف. أنا كنت مدير ميناء الحديدة، كنت المدير المالي والإداري فيها وعضو مجلس الإدارة. وبعدت نفسي وكنت عضو مجلس الشورى وابتعدت. وحتى يعني كل اللي كانوا معنا في مجلس الشورى وعندما صدر قرار بإقفال مجلس الشورى، كل الموظفين اللي كانوا في الدولة أملوا أسماءهم وردوهم في وظائفهم أو مرتباتهم في القصر الجمهوري. نعم. ولما عرض انهم يدوا اسمي يعني مرتبي، قلت لهم اقطعوا مرتبي، ما انا ما عاد اشتغلش مع الدوله ذي الحين، وابراهيم رئيس، احنا خلاص فينا لا هذا. وكان محمد الشهاري ابوه الدكتور محمد الشهاري. اي نعم. نعم. هو كان هو المسؤول المالي في المجلس الشورى. قلت قال يا محمد ما يصبرش هذا، خليه معاش. قلت ابدا لا عاد شيء معاش، وقطعت معاشي. الخلاصه نعم. انا كنت في التعاونيات، وهذاك اليوم احنا كان معنا مشاريع في همدان وعيال سريح، نشرف على البروك اللي بنصلحها لهم، كان بش حفر آباء، كنا نصلح لهم بروك للمياه ونعمر مدارس وشق الطرقات يعني بالأيدي وبالحرارات اللي بدأنا نجرها. نعم. كملنا عملنا وروحنا، وكنت أنا وعبد الله الجايفي أبو وزير علي يوقع وزير مالية، نعم. ومع وزير تربية وتعليم علي يوقع وزير تربية وتعليم قبل مدة أبوه. روحنا وطرحت في بيت في باب شعوب وروحت البيت. عاد احنا دخلنا وقد يتقرب الغداء، قد صليت انا ظهر واحنا يقرب الغداء، وان علي حمود الجايفي بيدق لي باب الباب، هو صديقي ومعنا في التعاونيات. بسرته فتحت قلت له اطلع جي نتغدى. لا يقرب الغداء، قال مش وقت غداء، هذا معي 2 هنا نشي يجوا يقابلوك. ما 2 يجوا يقابلوني؟ قال 2 ضباط من حاشد وهم خايفين لحد يعرفهم ولا حد ذا ولا يقع شيء يفنوهم. طيب قلت طلعهم. طلعنا وجلسنا كان معي مكان باب الباب بعد بيتي هناك في ستنبر. ما هو يا عيالي؟ قالوا شوف نشتي به مؤامرة على أخوك. وأنا قلت عندي الخلفية من عندما قال لي هو في اسمه كنت به مؤامرة على أخوك. وأنا كنت فرحت قصي كنتم عارف المسمى يقولوا لنا من هم. قال في مؤامرة على أخوك، وأنا شي نقول لك اليوم بالذات ب3 حاجات، وبعدها احنا لك من بعدها أن نعطي كل شيء، لكن اليوم إذا نجي من ذولي ال3 الذي يقعين احنا أن نجي لك مع علي. أيوة. طيب ما هو اسمه؟ قال لا يسرد غدا بيت الغشمي اليوم، يعني بهذا الوضوح. بهذا الوضوح. لا يبيت في بيته، لا يركب بكرة الطائرة يوم ينزل عدن، وكان يوم ثانية يسافر عدن، يسافر لتوقيع الوحدة. لا يركب في طائرة. هذول ال3 هنا نجي منهن، احنا نجي وندي له كل شيء.
أنا قمت جريت التلفون مهم. واتصلت لبيت إبراهيم. جاوبتني أم محمد إبراهيم مذيزا، قالت قلت لا، أين إبراهيم؟ قالت فين إبراهيم؟ قلت ساري تغدى بيت الغشمي. فلما قالت هكذا قلت إنها قد قتله، وهي فلتت التلفون من يدها يعني مسمه. هم لما سمعوا هي الحكاية نقدوا في بيت الغشمي قالوا خاطرك رجع أن لا تكشف أسمانا ولا شيء يقتلونا، وخرجوا من عندي. احنا بعدها رحت انا لعند خبرة ابراهيم اسالهم، قالوا قد ساروا بيت الغشمي، قد ساروا طق بيت الغشمي. خبرة عبد الله ام شقي قريبا مني سنة قالوا قد ساروا بيت الغشمي. قصي سلامات. بعد شويه هم قد جو يدوروا اين ابراهيم. من؟ خبرة حقه، خبرته وخبرة اسمه. علي خرج ثلاث سال القيادة خبرته وخبرة عبد الله، بعد عقدهم بيدوروا كلهم. اللي سال القيادة اللي سال ثلاث ينزل سال ثمان، صار سال ثمان الجولة عندنا على بيوتنا يسألوا. طيب عم محمد، أنت ليش ما أخذت نفسك وذهبت إلى هناك؟ ها؟ ليش ما أخذت نفسك وأخذت جماعتك وتذهب للإنقاذ؟ أنا معنا جماعة يا جماعة. خبرته ها؟ خبرته الحرس اللي كان في بيت إبراهيم نفسه. احنا خبرتك كذا قلت لك راحوا بيت الغشمي ودخلوهم الديوان ودولهم قات. شو خبرة عبد الله دخلوهم الديوان ودولهم قات، خزنوا. لقى لي بس الساعة 4 و4 ونص، قالوا لهم بس قوموا روحوا، قد الرئيس خرج من الباب الثاني هو أخوه من الباب القبلي، وساروا الظاهر سال القيادة، وهم راحوا يتفرقوا يدوروا وينهم، راحوا لا بيوتهم، راحوا لا هنا، راحوا لا هنا. بعدها رجعت أنا أحقق معاهم كيف الحكاية. ادوا لنا التفاصيل الآتية. هذه التفاصيل الآتية ادوها لنا هذاك اليوم. خبرة عبد الله وخبرة إبراهيم. إن كان خبرة عبد الله قالوا عبد الله كان مسافر ذمار، وأنه كان بيلاحق الغشمي، يعني ما نش عارف ما يشتي منه، فلقي الغشمي في عصر سالمه وياه، ومدري ما بيقول لي مدري ما كان يشتي يعرض عليه. قال لي يا عبد الله كذا حجزت لك 4 سيارات للوحدات حقك، والمفاتيح انطلق عند الآنسي اللي هو سكرتير الغشمي. روح جرهن وسافر ذمر، ما قال ليش يجي يتغدى. هو صار يدور الآنسي من هنا لهنا، قالوا الآنسي بيقول في بيت الغشمي. الظاهر قد تواصلوا، قد كان الظاهر البيجر مع ذلك. طبعا هنا عبد الله أخوكم، أخو الرئيس. أيوة، أخي أكبر من إبراهيم، هو أكبر من إبراهيم، قائد العمالقة، درس في القاهرة، هو قائد العمالقة. أي نعم. فقالوا قد صار بيت الغشمي. ما وصل بيت الغشمي يجر المفاتيح إلا وقد الغشمي موجود، وبيقول لي عندنا غداء، وقلنا عبد العزيز عبد الغني عندنا وعبد السلام مقبل موجودين، واحنا عاملين الغداء على شرف عبد السلام مقبل لانه تولى وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل. ادخل اتغدى وجرى المفاتيح وسير. عبد الله صدق. طيب عم محمد، عفوا قبل ما اقطعك، بس هنا علاقه الرئيس بالغشمي عضو مجلس القياده وكذا، هل كان هناك حساسيه ما او اشكال ما بينهم الاثنين؟ يا سيدي، علاقه ابراهيم بالغشمي كانت علاقه يوده. ابراهيم كان يوده كثير يعني، وهو كان حقهم المنافع اللي تدي لهم قاث ويخزنوا. هو محمد ابو لحوم وحلمة متوكل والمسوري والكل، هو حقهم المقوت. نعم. ومنكت، هو كان منكت ويضحك يعني الغشمي. فلا إذا تشتي نستطرد من كلام لا كلام. لا أقصد، هل كان هناك مثلا شيء يدل على أن هناك خلاف معين يؤدي ولا في خلاف، ولا في خلاف بينهم. عملية الاغتيال هي عملية لا أخلاقية، يعني صدم منها الشارع اليمني. عملية يعني حينما تعزم شخص عندك في البيت وتصفيه تقتله جسديا، يعني عيب أسود ولا شرعا لا عرفا لا. هذا يعني قدر، يعني قضاء وقدر. لكن الشيء أقول لك حاجة، إن الغشمي في أول أيام الثورة، وإبراهيم قدو عند العمري يعني سكرتير الفريق اللي كان القائد العام، حصل إنه صار يدي لهم قاث، وعلى دخلته يعني مدري كيف وهو بيسوق السيارة سطم واحد من مارب، وقتل الرجال هذا. اسعفوا للمستشفى، جلس يومين وقتل.
أهل مأرب اتجمعوا. هذا اللي يدي لك العلاقة بينه هو الغشمي، بين إبراهيم وبين الغشمي. اسمه جمعوا أهل مأرب وساروا للبشير السلال، قالوا له شوف علي قتل يعني ابننا أو صاحبنا، نعم. ولا احنا نميلك. هذا الملكي هذا اليوم لا زالت الأوضاع، نعم. اختاروا لكم واحدة من الثانية، مديتون للقاتل يا اما يا اما نميلك. وزنها الفريق المشير الحكاية كيفه، قال أسهل يدي بالقاتل، يدي لما القاتل. اتدخل إبراهيم في الموضوع، وإبراهيم كان لبق وقاضي، وعنده لباقة قاضي، نعم. قال للمشير، قال خلي الموضوع علي، قال له خلي عليك. صار اجتمع بهم يومين، وأنا موجود أنا في صنعاء. اجتمع بهم يوما، وكان يخزنهم وياهم وتفاحر هو وياهم، وذا لما قبلوا أديه ودوا لهم دين مغرية، ويتنازلوا عن القصاص. وأنقذ الغشمي من هذا الموقف. نعم. وأنقذ الغشمي من الموت. ثانيها بعد حرب 70 اليوم اللي قعدت الحرب حق عبد الرقيب بن عمان نعم. الحرب الأخيرة هذه. طيب الغشمي هو كان على الدبابات، هو أصيب بشظية. الشظية وقعت في العمود الفقري حقه، أدت له مرض التيتانوس. وإبراهيم بكل قوته بكل مسمه ما بلا يسيروا يسعفوه لا أسمره، وساروا يسعفوه لا أسمره. وكان يرسل معه اثنين ضباط، حتى واحد من الضباط إسماعيل حجر موجود بخير الآن، وفي فترة من الفترات يعني كان كل أسبوع يبدلوا الاثنين. في التبديل سار علي صالح في فترة مع واحد يعني مع الغشمي. وطبعا في الفترة اللي صار فيها علي صالح التقطتها الموساد وقعدوا في الموساد. عندما وصل الغشمي لا أسمره، دخل عند مفردوني، قال مفردوني شوفوا. من مفردوني هذا؟ الدكتور البروفيسور مفردوني الإيطالي اللي بيعالج كان في أسمره. بعد الغشمي ادهانه عنده بعد ما وقع رئيس. قال شوفوا أنا أعمل هذا إبرة واحدة في العمود الفقري، إن فاق وفتح نجي، وإن ما فتحت ونجي قدي يعني إبرة الموت، قدي حقنة الموت. هذا ما يقول. فجر الإبرة وقالوا إبرة الساعة هذا ساعة حق الحمام كبيرة وجلس يضربها في العمود الفقري، يضربوها ساعتين ونص يجود على دلا 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 دلا. ضربوها لما فتش قال خلاص نجي من الموت الحين نعالجه. لا إله إلا الله. وهذه ثاني موت، يعني ثاني مرة إبراهيم يتدخل سبحان الله، ويكون سببا في إنقاذ الرجل من لجل يقعه يعني لا إله إلا الله. كثير في بيته. لا إله إلا الله. طيب أستاذ ابتسام، أشياء أريد أن تشاركنا في الحديث. الحادثة كما سمعت العم محمد أنه هذه المواقف الإنسانية للرئيس الشهيد، وكان الجزاء يعني لا يخطر على عقل يمني. كيف أنت ترين الحادثة؟ من وجهة نظر شخصية أنا لا أعتقد أن لي وجهة نظر فيها، ولكن نشديها لك من العموم. الحادثة اللي احنا بنتكلم عليها وكأنها حادثة تخص شخص معين وهو المقصود في شخصه، واعتقد ان هذا ما هو صحيح. احنا تكلمنا، الوالد في بداية الحلقة تكلم على الشهيد إبراهيم من الناحية الإنسانية، كيف كان تعامله مع الناس في الشارع، كيف كان كذا. إبراهيم الحمدي درس ودرس نفسه وهذب نفسه ودرس وقرأ الكتب واستهواها كثيرا وطبق منها الكثير فيما يخص الخلفاء الراشدين الذي كان يسمع عليهم وقرأ عليهم الكثير، عمر بن عبد العزيز. فأحب أن ينقل صورة من الصور، وبما أنه كان قاضي فهو كان يعلم الفصل بين الحق والباطل وكيف يسير الأمور بالطريقة الصحيحة وبما ترضي الله في كل هذا الجانب. هذا من الناحية الإنسانية. ومن ناحية العلم الذي كان يتمتع